بتبدأ الحكاية بشخص بيجري وراه ديناصور ضخم وفجأة بتتشق الأرض وبيظهر حمم بركانية ويحاول ينط الناحية التانية بس يقع للأسف في البركان وهو بيندى على حد اسمه تريفور ويطلع كل ده حلم بيحلمه تريفور ويكون الشخص اللي في الحلم اسمه ماكس. هو بيصحى تريفور من النوم وبياخد عجلته ويروح على الجامعة ويكون شغال في محاضراته بس الطلبة مش مركزين معاه أصلا ويروح يقابل ألان اللي بيتريق على أبحاثه عن التزحزح القاري وقلة عدد الطلاب اللي في فصله وبيعرفوا ألان إن الجامعة هتقفل معمل أخوه الراحل ماكس اللي كان بيحلم بيه في أول الفيلم. وبيقول له ألان إن نظريات أخوه ماكس محدش قدر يثبتها لحد دلوقتي وبيقول له تريفور إن ده مش الوقت المناسب لإيقاف الأبحاث وإنه رصد نشاط زلزالي في بوليفيا ورصد تزحزح في القشرة الأرضية في منغوليا وبيترجاه تريفور إنه ما يقفلش المعمل وإن دي الحاجة الوحيدة اللي باقية من ماكس أخوه. فبيقول له إنه مر على رحيل ماكس أخوه 10 سنين وبيعتذر له. وبيرجع تريفور البيت وبيسمع رسالة صوتية بتكون من إليزابيث مرات أخوه وبتقول له إليزابيث إنها هتكون عنده في البيت الساعة 6 هي وشون ابن أخوه. وبتوصل إليزابيث وبيسلم عليها تريفور ويكون شون في العربية مش عايز ينزل منها وبنعرف ان تريفور ما شافش ابن اخوه من فتره طويله وانه هيقعد معاه 10 ايام. وبيروح تريفور العربيه لشون بس يكون مركز في اللعبه ومش معبر عنه خالص. وبنعرف ان اليزابيث مسافره كندا وهتاخد بيت هناك وخلال 10 ايام هتبعت لشون وقبل ما تمشي بتدي تريفور صندوق خاص باخوه ماكس وبيدخل تريفور البيت لشون وبيحاول يقرب المسافات ما بينهم ويفتح الصندوق بتاع ماكس اخوه ويلاقي فيه قفاز بيسبول ولعبه يويو وروايه رحله لمركز الارض اللي هي كتاب ماكس المفضل.